السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جبت لكم وصفة أكثر من رائعة. بيتزا كاري على أصولها. بيتزا أو الوصفة الشعبية لولاية سكيكدا. هذه جميع واحد يدخل لولاية سكيكدا راح وذاق هذه البيتزا أكيد مش راح ينساها، والناس كاملة تعجبها كبير وصغير. هذه نقولوا لها حنايا عندنا لا بيتزا، هذه بيتزا صح بنينة يا البنات. إذا اعتمدتوها نأكد لكم إنكم ما راح تنساو كل الوصفات السابقة. نبدأ بسم الله بالمقادير وطريقة التحضير. وقبل كل شيء ديروا لي جيم للفيديو واللي دخلوا القناة عملوا لي اشتراك هكا باه يوصلكم كل وصفاتي. نبدأ في ريسيبيون كيما شفتوا، نحطوا كاس ماء وكاس حليب دافي وبيضة بحرارة الغرفة، ونحطوا مغرفة كبيرة ممسوحة من السكر ومغرف معمرة من خميرة الخبز. وهذه المقادير راح تكفيكم 3 سنيات تاع فور من الكبار. إذا حبيتوا مقادير أقل أقسموا المقادير على 2. المهم نخلط بالفوي كيما شفتوا، نخلطوا مليح المقادير حتى نشكل لنا هذه الرغوة أو هدم الفقاعات. ونضيفوا لها زيت العادي، زيت المائدة، نص كاس من الزيت. ونواصلوا الخفق حتى تتمازج المكونات مع بعضها. ودركا نبداو نضيفو في الفرينة. هنا الفرينة راهي مغربلة قاعدة نضيف فيها تدريجيا. هنايا فرينة عفوا مكاه يعني مقدار معين هكا حتى نتحصلوا على القوام المطلوب. وضفت لها مغرف صغيرة من الملح. هنايا بواسطة اليد كما شفتوا نخلط المكونات حتى نتحصل على القوام المطلوب. تحصلوا على عجينة تكون متماسكة ولكن تتلاصق في اليد، ماهيش هذيك العجينة اليابسة، أي عجينة ملمومة وتلصق شوية في اليد. هكا هذا هو القوام المطلوب يا البنات. ما ديروهاش يابسة وما ديروهاش جارية، خلاص تكون كيما هكا لازم تتلاصق في اليد. هكا نحطوها على سطح العمل وبدون عجن، ما نعجنوها ما والو. هنايا نديرها ندهنها برك بالزيت هكا باه ما تلصقليش في الريسيبيون لانها قلت لكم طريه بزاف. ونخليها ترتاح مده برك قصيره، يعني مش يعني لازم يتضاعف الحجم تاعها عفوا. وهنايا اللاصوص تاعها اللي راح نستعملوها لازم تكون خضراء هيك بان تحصلوا على نتيجه مليحه. هنا ضفت لها مغرف صغيره من الملح. هنا عندي طماطم مرابيه او مرحيه، حطيت لها مغرف صغيره من الملح ومغرف او نص مغرف صغيره من السكر. ونضيف لها زيت الزيتون كما نقولوا زيت عرب. من الأحسن زيت الزيتون خير من زيت المائدة. هكا واحد حوالي 2 مغارف من الزيت ونخلط المكونات هكا مع بعضها. قلت لكم هنايا ما نحطوهاش على النار، نخليوها خضرة. هذا هي لاصوص سامبل بركة نحطوها جانبا. وهنايا بعد ما قعدت العجينه تاعي واحد 5 دقائق، هنايا خليناها ترتاح برك باه نتحكموا في كي نطرحوها ما نسحقوهاش طالعه. هنايا حطيت الفرينه على سطح العمل لانها راح تلصق معايا. ونبدا نحل فيها بالقراص، نحلها السمك تاعها يكون رقيق. واذا حبيتوا تحلوها طول على سني لكم الاختيار. هنا باه نوريكم السمك اللي لازم نديروه. قلت لكم المقادير اللي مديتها لكم تكفيكم 3 سنيات. انت مش ديري المقادير هذه وديريهم في سني واحد راح تجيك عاليه وتجيك هذيك البيتزا المنفخه. هكا نعدلها برك نسويها معاكم ونروح نحطها في البلا. والبلا يكون مدهون جيدا بالزيت هكا باه ما تلصقش معاكم. هنا نحاول نعدلها برك في البلا كيما راكم تشوفوا. العجينه كيما قلت لكم تكون رقيقه، اذا كانت يعني شويه زايده على البلا كيما درت انايا نحيوها برك بالموس هكا ونعدلوا السطح تاعها. قلت لكم البيتزا كاري تمتاز انها تكون رقيقه وطريه. هنا نثقبها مليح بالفرشيطه هكا باه نضمنوا انها ما تطلعش معنا. ونجيبوا الصوص طوماط اللي كنا خدمناها نحطوها على السطح. وهي يعني من المفروض ما نحطولهاش ما نكتروش بزاف الطماطم فيها. وهذا يعني حرية الاختيار، تحبوا كتروا. ولكن أنا حطيت هذه الكمية برك ونبدأ نزين فيها. حطيت لها حبات من الزيتون الأسود وشرائح من الفلفل الحار.
يعني هو التزيين تاعها تاني تابع الوصفة، هذه ما نحطولهاش الأجبان، جبن مبشور ولا مربعات ولا مهم، ما نحطولها أي نوع من الأجبان، هي نحطولها إلا الزيتون الأسود والفلفل كيما شفتوا، وتاني نحطولها لونشوا، هذيك السردينة اللي تيجي رقيقة خلاص يا البنات إذا متوفرة، هي يعني الوصفة الأصلية تكون باللونشوا، أنا ما حطيتلهاش. حطيت لها، وتاني الشي المميزها اللي يخليها مميزة هي هذا الثوم، هذا ماهوش جبن، هذا راه ثوم نرابيوه ولا نهرسوه بيدينا ونحطوه خضر، يعني نعقبوه لا نار لا والو، تحطيه خضر وتنطريه هكا على او توزعيه على سطح البيتزا، هذا راح يكسبها واحد الطعم خيالي. وهذا تاني الزعتر نحبكوه بيدينا كيما هكا بيعطينا النتيجة. الزعتر عن باكم كل ما نحكوه بيدينا راح يطلق لنا الريحة أكتر وأكتر. هذا هو زينتها بهذا الطريقة، وروح نحطها الطيب على نار عالية، عن بالكم البيتزا أي بيتزا تحب النار العالية. هاي البنات بعد ما طابت هنا برك الإضاءة عندي شوية قليلة، هي في الحقيقة تجي أحسن وأحسن. هنا حكمت زيت زيتون أو زيت عرب كيما نقولوا ودهنت لها الوجه تاعها. هاد هي البنات هنا تبان لكم يابسة ورقيقة، هي العكس دوك نقسمها معاكم وتشوفوا، يعني كي تاكلي حبة تحسي انك صح تاكلي في بيتزا كاري على اصولها. شوفوا هنا كي نقرب لكم الكاميرا هي تكون رقيقة وتجي مبسة وطرية يا البنات، يعني وش راح نحكي لكم، جربوها وشوفوا النتيجة بعينيكم، نأكد لكم انكم راح تعتمدوها يعني. لأني الوصفات الأخرين تاع البيتزا اللي مالفة نشوفهم كلها متشابهة، شغل بيتزا عادي ويحطوها يديروها مربعات ويقول لك راهي بيتزا كاري، ولكن هذه الوصفة راهي أكثر من رائعة. وش راح نقول لكم إن شاء الله تجربوها. هنا حطيت لها الطون على الوجه، قلت لكم تحبوا تحطوا لون شوا، أنا ما كانش متوفرة عندي، حطيت لها الطون تاع الزيت واستمتعوا لي بالطعم. وهنايا نكون كملت الوصفة تاعي تاع نهار اليوم، خليوا لي آرائكم، واللي جربتها سابقا تخلي لي رايها وخليوا لي تعليقاتكم وكتشوا لي من اللي جام وبارطاجيو الفيديو، ويلا إلى اللقاء في وصفة أخرى إن شاء الله.